هي سافر بالتونسي جا كيما فكرة جاتني على 2017. قاعد في قهوة أنا في الدوحة، وفكرت قُلت شنو هو الطريقة اللي باش نحاول نشارك بها سفراتي وكل شيء العباد. قبل وقت كنت في تونس كنت نعملها في القهوة. عندي قهوة تاع صاحبي مبارك الله يذكره بالخير في حي النصر. تحية ليه، صاحب مقهى العتيق اسمه مقهى المرش، المقهى الشعبية الوحيدة اللي في حي النصر. قعد نتقابلوا جماعة غادي من جميع الأطياف والأعمار والمستويات، ونحكي وقتها نسافر زاد برشا بتونسي كيف نحكي لهم على كانت تاك لو بارتاج هذاك كي تشارك الناس وليزانتيراكسيون والتفاعل. كي جيت للدوحة لهنا ما عادش هاك الجو هذاك، دونك خممت نعمل نشارك الناس لكن بالطريقة الفيرتوال معناها شو يسميوها بالعربية افتراضية. الافتراضية. بالطريقة الافتراضية اللي هي عن طريق الفيسبوك، وعملت جروب اسمه سافر بالتونسي. يعني مقتنع انه احنا التوانسة عنا طريقة خاصة في السفر. خاصة اش معناها؟ كيما كل يسافر يهز معاه هريسته، يهز معاه حكة الطن بتاعه فهمت؟ فما اللي يهز معاه حكة بنادق، فهمتني؟ دونك هذيك الطريقة تاع السفر. والتونسي يحب السفر كيما البلا تونيزيان صحن تونسي فيه كل شيء. يحب كي يسافر ياخذ من كل شيء بطرف. دونك جات وقتها الفكرة تاع سافر بالتونس، وعملت جروب نتاع سافر بالتونسي. جروب وقتها ما كانش صفحة الخاصة تاعي تو موجود هو. في ظهر لي 58,000 ولا 57,000، كان ناشط برشا قبل، للأسف توا ما عادش برشا. لكن تعدينا فيه عويمات باهين برشا. وتعرفت عليك أنت على سافر بالتونس هكا، وعلى برشا أصحاب وأصدقاء آخرين. تو مثلا في الفواياجولوج نحكي كان على تجاربي أنا. لكن في الجروب كل واحد يشارك الناس لي زيكسبيريونس نتاعو وكل شيء. وقتها فما جروب دخلت وعملت فيه بوبليكاسيون قبل جروب فواياج تونيزيا. هبطت فيه وقتها بوبليكاسيون على أول رحلة نتاعي لإيرابل. وللأسف فيه حمص وزبيب. وناس إحنا توانسة مالوريزمون ما عندناش مش كلنا بطبيعة الحال. فما نسبة كبيرة ما تعرفش تتكلم، ما تعرفش تعلّق، ما تعرفش عنيفة. عنده عنف داخلي عايشه ما نعرفش لأي سبب. يجي في الفيسبوك ويفرغوا على الناس، فهمت؟ كلام خايب، شتم، سب، نتاع مشاكل نفسية ربي يعالجها ويشفيها إن شاء الله. يجي للفيسبوك يفطّق مواقفه فيها. اللي متعارك مع مرته ولا اللي متعاركة مع راجلها ولا اللي عنده مشاكل عائلية ولا مادية ولا اللي هو يجيك للفيسبوك ويفرد فيك القلب بتاعه، فهمت. دونك هذاك اللي صار ما عجبتنيش. وقت سيتي أول تجربة وشوكاتني وقتها الحقيقة ما معارفي في تونس الكل ناس طيبين باهين متأدبين جويست وكذا. أول مرة نلقى روحي فك العنف الفيرتوال. قُلت شلاز حمّى إحنا توا هذا كلّه يدي كلات بعضها على كل وليت حبيت نعمل جروب واحد آخر نحاول يكون فيه مستوى التعليق والحوار. وقتها نحن مسيبينهم على اللي يحب يدخل يلزم الadmins يعمل موافقة وكل شيء. لكن عندنا قواعد. فيها القواعد شنو هي؟ إنه تحافظ على احترام الناس لبعضها. خاصةً الجروب فيه عائلات وفيه إخوة وفيه أصدقاء وفيه امرأة وراجلها وراجل ومرته. معناها كأنه عائلة، فهمت كيفاه والّا؟ والحمد لله وقتها كبر الجروب وكان قليل ونسيل فيه أي تجاوزات. عملت برشا مرات حاولت باش تعمل كيما المكافآت والّا الجوائز للناس باش ينجموا يسافروا، احكِ لنا على التجربة هذي. أي هو كيما قُلت لك الجروب نتاع سافر بالتونسي عملناه وقتها جروب هو مشاركة نتاع سفر. وعجبتني فيه حاجة كبيرة ياسر اللي ما كنتش نتصور إنه فما عدد نتاع التوانسة هذاك المحبين للسفر. بكل مستوياتهم المادية. فما اللي عنده ربي يزيدو يسافر لبقايع بعاد ياسر وغالية ياسر وبطريقة متكررة. وفما اللي متوسط الحال كيما أغلبنا يسافر بالمستوى نتاعو هو. وفما اللي اللو كوست، لكن الناس اللي تسافر بتكاليف اقتصادية ايكونوميك.
هاذوكم هُم اللي أُعجبت فيهم برشا، تعرّفت على برشا توانسة يمشيوا يسافروا بأضعف بأقل التكاليف، ويعملوا جو صدّقني حسب les publications وحسب تعرّفت على برشا منهم حتى كي روّحت لتونس ونتقابلوا وكنا نعملوا قعدات، وعملنا حتى group نتاع سافر بالتونسي مع سليم يحياوي فلسل نوجّه له تحية. ورحاب وبرشا معناها فهمت؟ وكنا نتلاقاو في تونس. هذيك الحاجة اللي عجبتني في جروب سافر بالتونسي أنه كما يقولوا هكا connecting people، معناها ربطنا ببعضنا، تعرفت على برشا ناس ومحبين بالرسمي للسفر والحاجة اللي أخرى اللي عجبتني زاد في الجروب سافر بالتونسي خاطر هو ماهوش مجرد جروب نتاع لم اللايكات ولم عدد لي ممبر، لا هو حابين يكون منه زاد هدف أنه يتمثل في تشجيع الناس على أنهم يسافروا بالطريقة اللي يحبوا عليها هم، 5 نجوم، hostel في خيمة، وزادة ثما ناس ما للأسف ظروفهم ما سمحت لهمش حتى باش يطلّع باسبور، وقتها عملنا مسابقات باش الناس اللي ما عندهاش تنجم تسافر، والحمد لله وقتها في جروب سافر بالتونسي ظهر لي فما هدينا قرابة 17 تذكرة ولا منهم تذاكر المالديف والكينيا، تركيا، المغرب، آه، برشا بقايع معناها برشا فيهم أغلبهم سافروا أول مرة، معناها كي تشوف كيفاش وقت حكاونا على التجارب نتاعهم ممتع ياسر. هذاك وقتها أكثر حاجة عجبتني في الجروب نتاع فواياجي تونيزيان، برشا يسخيلوه انه جروب سبونسوريزي، معناها فما ناس تعطي فينا في فلوس ولا وقتها سيتي بمجهوداتنا الخاصة احنا اللي زادمين وكهو، وهذاك هو اكبر جو عملناه في الجروب تاع سافر بالتونسي. من أكثر الأعضاء اللي تتذكرهم في سفر بالتونس. وفما انت بطبيعة الحال وفما احلام ويسر وهذوما اللي زادمين نحكي لك لأ نحكي نعم. في الأعضاء. سليم اليحيوي كان مهدي بالحاج كان يشارك معنا كل شيء، آه، برشا برشا، أحمد الحاجي اللي ترافيليستا توا أي معنا وقتها في الجروب. نتذكر أول بيبليكاسيون عملها معنا وقتها مشى الرحلة نتاعو الكليمنجارو، ورحاب قويد برشا برشا وقتها معنا في الجروب، كان جروب طيارة ياسر إلى حد الآن هو باهي في كل الحالات. وكيفاش أثّرت عليك أو أثّرت على الجروب بليتو بريود الكوفيد يعني والlock down؟ هي البريود الكوفيد هذيك وقتها الناس الكل توحشت السفر، لا طيارات لا حتى شيء، وقتها كيما نقولوا المتنفس الوحيد نتاعنا هو الجروب اللي يحبوا الفواياج بطبيعة الحال، هو الجروب هذاك. وقتها عملنا برشا لايفات، ولينا وقتها نظمت أغلبهم أنت، عملنا برشا لايفات ونحكيو على مواضيع عدة نتاع السفر، على الفيزا، على الباسبور، على المصروف، على كل النقاط اللي تتعلق بالسفر. دونك وأكثر حاجة نتذكرها، أكثر فيديو أثّر فيّا فك البريود نتاع الكوفيد، وقتها هو لهنا بدا الlock down في مارس نتذكر، ووقتها سي أمين صحراوي الله يذكره بالخير يهبط لنا أمين فيديو، الصحراوي نوجه له تحية. ويهبط لنا فيديو وقتها على جروب سافر بالتونسي، علىك الفيديو ضرب ياسر هو، وقتها ك بتاع مضيفي الطيران عامله هو ومضيفين ومضيفات توانسة، اللي يخدم في الاتحاد واللي يخدم في العربية واللي يخدم كل واحد وين، وقتها فيديو روعة، عاد ذاك كيما نقولوا قعد لي في الذاكرة نتاعي، لأنه كيما تقول لك الجو نتاع الطيران اللي أنا نحكي لك شخصيًا وقتها توحشته ياسر معناها، 3 أشهر والّا 4 أشهر من غير، أنا وقتها نسافر تقريبًا كل 3 أسابيع، كل أسبوعين نمشي مرات، تصوّر أنت وقتها ما نعرفوش وقتاش باش ترجع الدنيا عادية وكل شيء، وقتها أمين خرج لنا باك الفيديو التحفة هذاك، دونك برشا ذكريات باهيين بخصوص الجروب تاع فواياج تونيزيان. فماش حاجات ما عجبتش هالجروب مثلًا؟ لا هو الحمد لله أغلبهم كيما نقول لك 99 فاصل، أنهم ناس متأدبين، متخلقين، عاملين جو معناها كنا عاملين جو. بطبيعة الحال كي يجي أي واحد بتعليق على اليمين ولا على اليسار نفسخوا نبلوك، صاروا لي بعض الأحيان هكا مرات قليلة والحمد لله.
وعرفت كيفاش نتصرّف معاهم وكا، فهمت؟ أما فيه ذكريات جميلة الجروب. نتذكّر وقتها 2017 2017 وقتها نظّمنا رحلة لألبانيا ومقدونيا. عملنا وقتها رحلة وهديت وقتها التذكرة للفائز معانا في الجروب، وهديت له تذكرة باش يمشي معايا. أنا ماشي بطبيعتي نظمت رحلة وقتها لمقدونيا يسميوها مقدونيا الشمالية وألبانيا. دونك عملنا وقتها جو لعبة في المسابقة في الجروب، ومشى معانا وقتها سي حسام الدين. تعرفت على حسام الدين، تعرفت عليه في المطار في سكوبيا اللي هي العاصمة نتاع مقدونيا. جاء من تونس لسكوبيا وقتها عن طريق نسيت يا جا على الإيطاليا ولا على تركيا. في كل الحالات تعرفت عليه غادي وهو من الجروب، ما أنا نعرفه فيرتويلمون بطبيعة الحال. من الحوايج اللي ما أبهرتني أنه هو اللي جاب لي مريول هذايا اللي لابسه أنا توا اللي اسمه سافر بالتونسي. أي جابه لي معايا أنا منظم مريق الأمور وعلى العال. دونك هذايا المريول نتاع سافر بالتونسي هذا يا سيدي من 2017 جابوا هداهولي سي حسام الدين. فهمت؟ وقتها عدينا من أجمل لي فواياج خاطر صعيب باش تقابل واحد ما تسافر أنت واحد ما تعرفوش قبل. سي كيما نقولوا إحنا مغامرة، ينجم يطلع باهي ينجم يطلع مش باهي كيما أنت بالنسبة ليك هو أنت بالنسبة أنا ما نعجبوش طريقة عيشتي ما تعجبوش فهمت؟ لكن تعدى ما شاء الله تقولش أصحاب عنا 100 سنة. وقتها عملنا مقدونيا بكلها سكوبيا ودرنا برسك مقدونيا بكلها ومشينا للبحيرات وأكثر نتذكر وقت مشينا بحيرة أوركيد من أجمل البحيرات في أوروبا. ومن بعد من مقدونيا مشينا لألبانيا بالكرهبة، مشينا لتيرانا ومن بعد هبطنا حتى للسود بالمناسبة ألبانيا من أجمل الدول الأوروبية اللي زرتها. الناس تعرف اليونان وتعرف كرواتيا وتسمع لكن ألبانيا نشجع كل تونسي يمشي لها، خاصة أنها فيزا أونلاين، فيزا إلكترونية من الدول الأوروبية القلائل اللي فيها فيزا إلكترونية ذري الوحيدة. ولا تنجم تدخل لها بفيزا إذا عندك فيزا شنغان ولا فيزا أمريكا مستعملة. جميلة ياسر، البحورات اللي فيها من أجمل ما شفت، رخيصة ياسر وناسها طيبين وناسها عاديين. لكن أنا وقت مشيت لألبانيا كنت نتصورها دولة متخلفة، خاطر تسمع على ألبانيا احنا قبل ألبانيا في الثمانينات دولة شيوعية يكحتوا مع الأرض. فهمت؟ أنور خوجة ما الفلوس الكل بنا بها كالبنكرز هذوكم. فهمتني؟ دونك وقتها مشيت نلقاها دولة متطورة انفراستركتور عالمية بنايات وتلة معناها تعرف التقدم كبير ياسر، رخيصة ياسر، شعبها تحفون ياسر عكس ما يقال عنه في عدة مواقع. و... وننصح أي تونسي عنده الإمكانية يمشي لألبانيا يمشي لألبانيا. دونك وقتها أنا من بعد خاطر لك هذاك الكل عملناه تصور ألبانيا وقتها أنا وحسام الدين كرينا مرسيدس كالعراض هذوكم 200 ولا 220 ولا كبار كبار كريناها ب $25 النهار. تصور عملنا بها وقتها من تيرانا حتى للسود نتاع ألبانيا ورجعنا. جميلة ياسر أنا عجبتني ياسر. دونك هذيك من الحوايج اللي تاخذ لك في بالك من الجروب سافر بالتونسي. شنو هو الأسئلة اللي ما تحبهاش في الجروب؟ شنو هو الأسئلة ونوعية التعليقات اللي ما تحبهاش في سفر بالتونس؟ لا هو مش في سافر بالتونسي بالكل حتى في الصفحة نتاع الفياجولوج اللي توا لهنا ولا سافر بالتونسي ولا في برشا مواقع ديما السؤال اللي مجانب للسفر. فمثلا كي تدخل دي جروب نتاع سفر ولا دي فلوج نتاع أوروبيين غربيين حتى خليجيين قليل وانت اسمع واحد يقول لك منين تجيب في الفلوس مثلا. فهمت؟ مش تنتظر باش نجاوبك كي تقول لي منين نجيب في الفلوس. عندك ده خيارين يا باش نقول لك يا نخدم على روحي وبعد تعب وشقى وتضحيات وكل شيء الفلوس نستمتع بها في الرحلات كيما فما ناس الفلوس تستمتع بها تشري ديار تشري أراضي
كل واحد كيفاش. الoption الثانية باش نقول لك نجيب فيها في تجارة المحرمات، ما عندكش خيار ثالث في كل حالة، فهمتني؟ دونك هذاك هو هذا مثلًا الأسئلة اللي كل واحد حُر، لكن ما نشوفلهاش لازمة الإنسان يسأل. وإلا مثلًا إحنا عندنا حاجة أخرى زادة في الخاصية نتاع التونسية، أنه كيما القصة نتاع شحا والبهيم حاشاكم، متعدي شافوه راكب على البريم قالوا هو قلبه قاسي وكيفاش وهايشة وراكب عليها وما رحمهاش، هبط من البهيم قالوا والله من البهيم هذا عنده بهيم ويمشي على ساقيه. فهمت؟ دونك هكاكا، دونك نوعية الأسئلة نتاع كان مكيت ما همش الأغلبية والحمد لله. أسئلة ديما يخالف تعرف معناها نتاع تهبط publication على سفر اقتصادي مثلًا. تقول راني البلاد اللي مشيت لها نلقى إنه التونسي ينجم يمشي لها مثلًا أسبوع تشدّوا مليون يشدّوا أسبوع. أما راهو يلزم يسكن في hostel وتعطيه وياكل شعبي. يجيك واحد يقول لك أخي أنا ماشي نسافر ولا ماشي نتعذب ولا ماشي ما ال ما ي توا ما فهمناش مجموعة ما فهمتش أنه راهو السفر أنواع، وفلسفة الحياة أنواع. مش كيما نحب نسافر أنا نسافر نمشي في الدرجة رجال الأعمال ونسكن في ال5 نجوم ونسكن في les palaces ونسكن في les resort ونصرف في ما نعرفش قداش في النهار، لكن مش معناها الناس الكل يلزمها كيفي. ويلزمني نحترم غيري، وبالعكس نشيخ كي انه يسكن في كومبينج ولا يسكن في هوستل مع ثمانية وياكل يحب ياكل الشعبي في ورقة نتاع بنان ولا في قصعة مع العباد. هذاك تلقاه يستمتع 100 مرة. حد كي تقول له اسمع باش نركبك في البيزنس كلاس وتمشي تسكن في ما يعمل الجو، ما يحبش. فهمت؟ وفما ناس تحب المتوسط يحب يسكن بالكدا لكن ياكل الشعبي وفيس فيرسا. احنا مازال عندنا نتاع العقلية هاك يلزمك تعمل كيفي، ما كانش تعمل فيه راك غلط. كيما خاطرك يوصلني يا أخي علاش تهبط في دي publication تحكي على الlow cost على الرحلات الرخيصة، إحنا ماشيين نستمتعوا والّا ماشيين باش نتعظ. تهبط لي من بعدها على بقعة غالية ياسر، تهبط رحلة للمالديف مثلًا في ووترفيلا مثلًا، الليلة ب1500€. يقول لك يا خويا وفساد في الأرض و1500€ وكان مشيت حجيت بهم وكان مشيت للعمرة وكان عطيتهم للزوالي. هاك الأحكام هذيك وهو ما يعرفش اسكو الشخص هذاك مشى للعمرة ولا لا، حج ولا لا، يعاون في الناس ولا لا، شنو عامل في حياته. ديريكتومون يصدم عليك ويهجم عليك ويبدا يعطي فيك في الدروس. والحمد لله هم مش أقلية، لكن النفسية هذيك هي اللي مزعجة. لكن الحمد لله كما يقولوا dilué في كمية البهاوة نتاع الناس، وفما ناس أغلب الناس والحمد لله اللي في الجروبات ولا حتى في الصفحة نتاع الفياجولوج ناس متفتحة متثقفة، تحب الخير لغيرها، طيبة القلب معناها فهمت. فما ناس تحسوا مشوم كما نقولوا احنا من الداخل. فهمت تدور على اليمين معناها عنده هواية واحدة أنه يؤلم ويؤذي يؤذي الناس مهما تعمل وكذا. الحمد لله قليلة منها. بالضبط. أنت آخر مرّة ما حكيت للناس برشا، أنت سافرت برشا مي ما حكيت للناس برشا على سفرياتك، فباش نخرجوا من إطار الجروب اي تكمّل تحكي لنا على طرايف صاروا لك في السفريات، اي أعطينا طرفة من الطرايف. طريقة الطرايف الباهية ولا الصدمات. عادي الباهي والصدمات الزوز. لا هو الطرايف ديما إحنا نقولوا كي نقولوا طرايف تقول عادةً الطرفة تكون طريفة، ما فهمت؟ تكون طرفة كيما حكاية ال هو اسمع ديما في السفر واحد ديما يكون تحت رحمة ربي ورضاية الوالدين الحقيقة معناها فهمت؟ لكن يلزم بطبيعة الحال ينظم أموره ويبرمج أموره ويحط البلان A والبلان B. وللأسف احنا في تونس ما نجموش برشا البلان A و B، لأنه إلى حد الآن اللوكاسيون توريستيك هذيك 6000 دينار اللي هي 2000€ ظهر لي ويلزمك اللي تسكن منها وتشري منها معناها ما تتحدد ما تخليلكش دي بلان. فما ناس ما عندهاش حتى باش تطلع الكارت بونكير هذيك. معناها احنا لو سيستيم اللي باش يسافر في تونس معضلة، يتعب على جميع الأصعدة. تتعب باش تصرف الفلوس، تتعب باش ترجع الفلوس، البطاقة البنكية كذا.
دونك السفر صعيب شوية بالنسبة لنا إحنا توانسة، لأغلبنا صعيب شوية كان مش ياسر. دونك نرجعوا للطرفة. ال الطرفة هي بالرغم اللي أنا من محبّي النادي الأفريقي كلوب أفريقيا. عاد مرّة وقتها في الأفريق دو سود ومحبّي جندوبة سبور بطبيعة الحال زادا كيف، كيف. عاد مرّة وقتها اللي مشينا في كيب تاون في جنوب أفريقيا. الدنيا حافلة معبية الحال صيف وقتها، الصيف نتاعهم هُم الشتا نتاعنا إحنا. وكيب تاون مدينة معناها إيه تاع 7 ملايين زائر وفي 8 ملايين في العام، مدينة مش البلاد راهو، معناها افهم الجو. ومشينا وقتها المطعم معروف جدًا في كيب تاون. كي دخلنا قال لنا راهو ما عندي حتى سنتي فارغ، فهمت؟ يلزمكم تعملوا ريزرفاسيون. صحيح حتىك عملنا طلة هكا معبي معناها كومبلي. قُلنا له نجموش حتى نرجعوا من بعد قال مش مشكلة ما باهي خلّيوا لي الأسامي نتاعكم. إحنا مشينا له كيما نقولوا حكاية ال09:00، 09:30 تاع الليل. قال لنا ييجي معناها ما يبدا تتفرهد الدنيا كان مع ال10:30 ل11:15. هاكا هو عطيناه الأسامي نتاعنا. قال لنا منين أنتم؟ قُلنا له من تونيزيان من تونس. قال مالا أكيد تعرفوا الترجي الرياضي التونسي الإسبيرونس. قُلنا له أي نعرفوه عز المعرفة. قال راهو سي شو اسمه نتاع الإسبيرونس بنور. سي رياض بنور راهو يجينا كل ما يجيو للكيب تاون ولا ما يجينا راهو يطل علينا. بون ما نعرفش اسكو أنا رياض بنور مشى لكيب تاون والّا لأ، لكن هذاك السيد اش قال لنا؟ قُلنا له إي رانا نعرفوا الترجي الرياضي ونعرفوا الإسبيرونس ورياض بنور مسؤول كبير في الترجي كيف، كيف. أيا خالة مال على خاطر سي رياض بنور وسي الإسبيرونس جوست خلّيوا لي دريج تو نعمل لكم طاولة، فهمت. ودخل وقعدنا يمكن لبرا حكاية 10 دقايق ودخلنا للريستورون. مليان هو الحقيقة مليان مليان عمل لنا طاولة خسيس على اسم نتصور شافعت فينا الإسبيرونس نهارتها. هذه من الترف اللي تصير في بينما كي مشيت للتوغو. وقت مشيت للتوغو أنا التوغو مشيت لها بالكرهبة. وقت مشيت من الدوحة لنيجيريا لاغوس. قعدت في لاغوس 5 أيامات. بعد من لاغوس مشيت للبنين كوتونو بالكرهبة. قعدت في البنين 4 أيامات. ومن بعد مشيت من البنين للتوغو. كي مشيت للتوغو ووقتها لابس مريول نتاع جوبونس لبست هاكا لبست مريول نتاع الكلو في الأوتيل اللي سكنت فيه. قالوا لي إحنا ما نستعرفوا كان بالكلوب أفريكان إحنا، وكان يلعب معهم سالوتا وهو كان من التوغو. هاكا هو عاد فرحوا بيا فرح في الأوتيل هذاك في لومي على الكلوب أفريكان. دونك هكذا تصير أما بارتو معناها في أغلب الدول الإفريقية الإيكيب المعروفة أكثر واحدة هي الإسبيرونس. بالرغم حبي للنادي الإفريقي نحكي لك. وين تمشي يعرفوا الإسبيرونس. أعطينا أصعب موقف تعرّضت له معناتها في السفريات نتاعك. أصعب موقف تعرضت له هو أني وقت اللي ضيعت الباسبور نتاعي في نيويورك ثاني نهار. نتذكر وصلنا نيويورك وقتها مشينا على الخطوط المغربية. عملنا تونس كازا، كازا نيويورك. وصلنا نيويورك نهار الأحد. سكننا وقتها في تايم سكوير البقعة الجميلة في وسط نيويورك. و من غدوة اللي هو الاثنين مشينا باش نعملوا الجولة نتاع منهاتن باك الكار هذيك هاك على تقييم اسمها الهيب هوب باص نتذكرها. وكان وقتها المحطة اللي وين قصينا تساكر منهم بحذا الأوتيل اللي سكننا فيه غادي في تايم سكوير اسمه كراون بلازا. مشينا للقصينة تساكر واخذينا وكان الأمر كذلك. وقتها عندنا كليكاميسكوب هاك المصورات المصورة. عملنا الدورة نتاع منهاتن وطلعنا في البيوس هذيك وعملنا جولة عالمية. قبل ما نطلعوا في الهيب هوب باس هذيك مشينا لاجونس دو فواياج
غادي في تايم سكوير، قصينا الرحلة نتاعنا للاس فيغاس، خدينا الطيارة وقتها مشينا مع يونايتد ايرلاينز، قصينا من لاجونس دو فواياج غادي في تايم سكوير. دونك والرحلة باش نبداوها من غدوة اللي هي نهار الثلاث. دونك وقتها باش تبدا رحلة لاس فيغاس اللي عدينا فيها 5 أيام. بعد ما قصينا وطلع مولا لاجونس يعرف الحمامات وجربة وقعدنا نحكيو برشا. كي رجعت طلعنا في الهيب هوب باص، رجعنا باسبوراتنا وستوشاتنا وكل شيء، ومشينا للهيب هوب باص، طلع منا التور نتاع منهاتن. من بعد نتذكر مشينا كملنا، مشينا للريستوران ايطاليان غادي، كلينا مكتب ورجعنا للوتيل. كي رجعنا للوتيل هاك الكوفر فور هذاك السيف الخزنة باش نحطوا فيها باسبوراتنا وفليساتنا وكل شيء. جيت نضرب على الباسبورات ما لقيتهمش. سألت وقتها ولد خالتي معايا، قلت له يا وديع وينهم الباسبورات؟ قال لي ما هو عندك. قلت له يا ودي ما مش عندي باسبورات. من شدة الصدمة أغمي عليه، أقسم بالله كيما نحكيو. والله هاي فنش طاح هكا تاني في الفرش. تصور أنت في نيويورك ثاني نهار، وقتها أنا أول مرة نمشي للولايات المتحدة، وهو كيف كيف. تصور ثاني يوم ما عندكش باسبورات. سيتي بانيك كبير معناها فهمت. رجعنا هبطنا للأوتيل، قلنا بالكش طيحناهم غادي. شافوا معانا كسيكوريتي كذا ما خالوا حتى شي. رجعنا للريستورون اللي كلينا فيه هاك اللومجة الخفافي، شافوا ما فما حتى شيء. ولينا مشينا للشرطة السياحية عندهم شرطة مركز شرطة الحصيلو في غادي في تايم سكوير. قالوا لنا ما جانا حتى شيء، أما راهو الحل الوحيد اللي عندكم أنكم باش نعطيوكم شهادة ضياع وتمشيوا للسفارة التونسية في واشنطن وهي تقوموا بإجراءاتكم. معناها البرنامج كله في ست. فهمت؟ خاطر أنت ماشي حتى للسفارة التونسية وإجراءات بطبيعة الحال، ولا ظهر لي حسب ما نعرف أنه يعطيوك اللي سي باسي تروح بيه. لكن البرن... ال... ال... الفو- ال... ال- السيجور كله في ست بك الصدمة هذيك. كي راجعين من مركز الشرطة، آه... كنا نتعداو نتاع البيرو هذاك اللي قصينا منه تساكر نتاع الباص. يطلعش نسيناهم في الكار هذيك الزرق نذكرونا. كي رجعنا نلقاو السيد اللي في الاوفيس هذاك، حكينا له الحكايه الكل. قال لنا ما فما حتى مشكله، ما راهو عندنا مئات لي بيوس لهنا، انا هي منهم اوريزمون اختها عندك المصوره. وريناه دي سيكونس عارف بالجيد اللي خاطر احنا صورنا الجيد وصورنا. قال اوكي عرفتها معناها مش خلي تو نعرفوها الواحد. ارجعوا لي من بعد ساعتين وهكا. مشينا احنا رجعنا للوتيل، عاودنا دخنا مرة أخرى فوق الفرش. فهمت؟ ساعتين تعداو عامين صدقنا. احنا رجعنا باش نلوجوا على السيد بعدك الساعتين بدقيق، وربي يعطي خيره بالمطر في وسط في نيويورك في تايم سكوير. شو نقول لك تايم سكوير المعبي ذاك بالعباد، فجأة ولا خلاو قفار. فما كان انا وديع فيه مسردين كي الفلالس، والراجل ما عادش موجود. ظلمة راه وقتها الدنيا، واحنا من غدوة مسافرين راهو لاس فيغاس. دونك نتذكر وفجأة خاطر هي مو كلها كالبنايات البلاورية، هزيت راسي نشوف السيد اللي كان اللي نوجوا عليه هذاك نتاع التساكر في كيما نقولوا بريمير ايتاج الفوق. دونك شافني هو زاد، شاورت عليه شاور عليا، اهبط لي. عاد نتذكر الكلمة الوحيدة اللي نتذكرها يقول لي وي جوت ذم. معناها لقاهم. أقسم بالله ما نحكيلكش الفرحة اللي هذاك. علاش قلت لك من ألطاف ربي بارفوا ديما في السفر. ديما نقول كل شيء بألطاف ربي وبرضاية الوالدين. في مدينة فيها 20 مليون ساكن تضيع باسبوراتك، طاحونا في الكار. فهمت؟ طاحونا في الكار، والكار رجعت تدبو في نتاعهم في بروكلين. دونك خلينا راهو اليوم سكروا معناها. قلت لك الدنيا ظلام وقتها. تو من الغدوة قلنا لي ولدي رانا من الغدوة الصباح ماشي للمطار. قال ما عندكم حتى حل انكم تمشيو انتوما للديبو هذا في بروكلين وتو يعطيوكم باسبورات. ما عاد كي مشينا للديبو نتاع بروكلين خذينا تاكسي من نيويورك لبروكلين. كي توصل بروكلين تفهم الوجه الاخر نتاع نيويورك. فهمت؟ هاك جماعة
هاك مغطية روسها بالكابوتات وتحتك الحيوط الياجور الأحمر والدنيا ساكنة وتشوف كان جماعة البولدوغ فهمت؟ هاك نيويورك، نيويورك نتاع الأفلام. حتى التاكسي كي وصلنا للديبو هذايا نتاع جدة عملنا راهو يمكن جدة نذكر مشينا بالكدا، قال راه واحد منكم يهبط وتهبطوش الاثنين والله كيما نحكي لك. عاد مشى ولد خالتي هبط للديبو ورجع لي من بعد يمكن دريجين هكاك، قال لي: "ولدي الباسبورات ما فماش." قلت: "ولدي كيفاش هو عطاونا لا confirmation خلونا برا تو تلقى الباسبور غادي." طلع هو هبط، أنا قلت له راهو حكيت له القصة من ألف إلى ياء. قال لي: "أخي انتوما الباسبور شنو كيفاش الباسبور؟" قلت له: "راه باسبور أخضر مكتوب عليه ريبوبليك." خلّي هو الأخضر صار هاذوما الكريرسات الأخضر هو ما في باله الباسبورات الكل زرق، الباسبور ما يكون كان أزرق. قال لي: when I thought that it's blue one" معناها كيما قُلت له: "لا راه فما الباسبورات الأزرق والأخضر والأحمر والأنواع الكل." هاكا هو عاد كي جاب لنا الأخضر يا خويا من أسعد أيامات حياتي الحسيت. هاكا ومن بعد رجعنا بيهم، ارتحنا. شبيك شدة خايبة ياسر طبيعة الباسبور وكملنا سفرتنا وقتها إلى لاس فيغاس العجيبة والغريبة. حكينا على لاس فيغاس. لاس فيغاس عدينا فيها كيف كيف 5 أيام طيارة ياسر، أوكي، وسكننا في أوتيل نتاع وقتها شو اسمه سيلفستر ستالون، الأوتيل اسمه الام جي ام. مزيان. لا 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 مش الام جي ام الأوتيل فما وين. اسمه نسيت الاسم نتاعو مي الأوتيل نتاع سيلفستر ستالون مشهور ياسر. أنا غادي خذيت أنا على اسمه بولفار لاس فيغاس. مشينا غادي أنا وولد خالتي، هو بيدو اللي أغمي عليه من ناحية الباسبور فهمت؟ هاكا وعاملين برنامج مع باسبوراتنا عنا وعنا ميزانية باهية باش نعديو بها كل 5 أيام في لاس فيغاس. فالسايف اللي وقت وصلنا للغرفة غرفة جميلة جدا، لكن لاحظنا أنه الكوفر اللي فيها ما يسكرش. خلي هو الأخير خلي يكلم الريسبسيون خلي يجوا يبدلوه لنا. قلت له: ما غير علاش نبدلوا فيها تو تو غدوة وانا عرفتك لا تونيزيان تاع خلي غدوة وكذا. هكا رجعنا من الغدوة سي محمد نلقاو 1200 € مختفين من السيف. 1200 € مختفين من السيف، 24 ورقة ب 50 € لتو نذكر. عاود داخ مرة أخرى. مسكين وتخانق ايش عملت فيه؟ عاود داخ مرة أخرى، وقتها مسكين جهل. تذكر لك نبدلوا الكاميرات. وأنا حسيت بالذنب. 1200 € خعدونا نتذكر $800 ولا هكا في ستوشي وقتها هeureusement ما خرجتهمش. هذيك هي عاد الحكاية. دونك تعدت لنا حتى الفواياج نتاع لاس فيغاس هاك يلزمك تولي تحسب وكل شيء بقدر فهمت هكا هو. و الليلة وصرفنا منهم بطبيعة الحال وخلينا جزء صغير باش نعديو بيه هاك النهار الاخراني خاطر يلزمنا نرجعوا لنيويورك ومن نيويورك باش نرجعوا لتونس عن طريق المغربية. خلينا جزء صغير كيما تقول انت نتاع $120 باش نصرفوا بيه ونسكنوا بيه فك الليلة والنهارين اللي باش نعديوهم في نيويورك. النهار الاخراني في لاس فيغاس عندي وقتها قعدوا لي في جيبي ابارك المصروف اللي قلت لك عليه هذاك قعدوا لنا يمكن حكيت $20 ولا $30 حق التاكسي اللي باش يوصلنا للمطار. وقتها زادت فرعسنا بك الديكالاج هورير أنا وليت مع 3 متاع الصباح ماضي ساعتين عيني تتحل. هاكا هو. وقتها للأسف الشيطان وسوس لي في بالي خلي أنت طار عليك النوم برا أهبط لللوبي تاع الأوتيل ما الكل وكل جو وكازينوات وكسلوت ماشين وأنا عمري ما مسيتهم ولا عمري ما لعبت. عمري ما معناها ما عمري ما استعملته، عمري ما جي جامي في جو معناها فهمت. هيك هبطت الخطا ولا يعملوا فك الحمرا كحلة ذيك الرولات روس. عندك $20 بديت عطاني خذيت منهم هات له كيما يقولوا ب10 دولارات ولا قداش نعمل معهم هاك بديت نحط ونربح نحط ونربح وصلت قرابة $800.
خطفت معاك معناتها أي، أول مرة. وأنا أول مرّة قُلت لك من وصلت 10$ من وصلت كام؟ $10 وصلت قرابة 790 والّا قداش، خاطر ماهوش تشجيع ولا لعبة أول مرّة وآخر مرّة وقتها، حتى الحكاية 2000 اللي نحكيو فيها توا 2010 راهو، معناها فهمت قداش عندنا 16 سنة التالي، أول فواياج لأمريكا، عاد بديت نلعب وصلت قرابة $800 وإحنا وقتها فلوسنا ضايعة ومازالوا عندنا ال120 نتاع اللي باش نمشيو بها باش نعديو بها في نيويورك. رجعت بديت قُلت برا نكمّل نزيد نحرّف الوقت، 3 قُلت لك بديت حتى ل5:30 وقتها والّا قداش، وإحنا يلزمنا ناخدو تاكسي مع 7 باش توصلنا للمطار، فبدينا نخسر، بديت نخسر، هزيت هذاك ومشيت على روحك علاش؟ ما هو هاذيك هي فلوس الحرام، فهمت، بديت نخسر وصلت حكاية 400 وقرابة $500 هاي قُلت يزي وقف الضرب تو لهنا، باش نمشي ندوّش ونلم فاليزتي ونفيّق وديعة من النوم ونمشيو على رواحنا للمطار. وصلت لك ما هما دي جيتون باش تمشي يعطيهم لك فلوس، مشيت جيت نضرب على السطوش نتاعي، فهمت، ما لقيتوش، لكن فيه ال$120 هاذوكم نتاع نيويورك، وفيه أوراقي وفيه بطاقة التعريف نتاعي والبرمي نتاعي والليسونس نتاع الخدمة نتاعي كل شيء، جيت نضرب مشكل في الزي. جيت نضرب عليهم ما لقيتهاش، وهو سي فري وقتها لابس سروال جين يجيب صغير شوية وهما دي تابوري طاح، دونك ما لقيتش السطوشي بما فيه معناتها ربي. وقتها مازال لنا ساعة غير ربع والتاكسي باش تجينا باش نمشي، كيف شافوا السيكوريتي بعثوا معايا المغادي تعرف كل شيء ما لقاوهوش، ما لقاوهوش وليت وقتها نستنى وقتاش باش نغادر الولايات المتحدة الأمريكية، فهمت؟ روح شوف ما مشاتش معنا بالكل، ما مشاتش معنا، يا أخي خلّي السيد اللي غادي تاع الأوتيل خلّي لنا الأدريس نتاعك في نيويورك وخلّي لنا الأدريس نتاعك في تونس. إذا لقيناه نبعثهم لك، حطيت لهم الأدريس نتاع الأوتيل اللي باش نسكنوا فيه في نيويورك، المستشفى نتاع عبد الرحمن مامي في أريانا الأدريس نتاعي، هاكا هو مشينا لنيويورك لكن $120 $120 هذوكم اللي قعدونا، خذينا بينهم النُزل قعدونا تفتوفة، ومشينا وقتها إحنا ندوروا نحرّوا في الوقت، نلقاو حانوت عامل solde. يبيع فك الجيناتك الديني الوقت اللوفيس وكل مشينا هكا كيما نقولوا مازالت لنا $60 ولا قداش مشينا سلعنا بهم، كي سلعنا بهم راجعين للأوتيل، قعدنا في حديقة صغيرة بحذا الأوتيل وكساك هذيك بحذانا، نحروا في الوقت كيف الفول وقتها في الليل نتاع المغربية، رجعنا للأوتيل جينا نضربوا لوكساك خليناها في الجردات فهمت قديم الحكاية تو. خليناها في الجردة فهمتني دونك رجعنا قلت له يلزمني نرجع نلقاه، عرفتك العكستك وليت فريمون كيما وترت لي أعصابي قلت له والله ما نرجع نلوج عليها، وقتها مع وهما ما عادش عندنا برشا فلوس، دونك يلزمنا نمشيو بالبوس نتاع الأوتيل باش يوصلنا، وإذا يفوتك الآخر بعد بساعة ولا قداش، ما عندناش حق تاكسي، هاكا هو مشينا رجعنا ما لقيتش الساك، كي رجعنا للأوتيل الباص مشى على روحه. فهمت؟ والله وقتها الفالي شو اسمه الكونسيرج هو اللي خلّص علينا التاكسي، مسكين ما يلم في لي بوربوار هو خلّينا خلّص علينا تاكسي وقتها ما نتذكرش بقداش $25 والّا $40 والله خلّص علينا هو، هذاك يوريك حتى فقير لكن غني القلب فهمت كي وصلنا كي وصلنا للمطار نتاع JFK وصلنا وقتها مأخر، على خاطر وقت الترافيك نتاع معناها سيركيلاسيون كبيرة ياسر. وصلنا مأخر ياسر، وإحنا وقتها ماشي في بالي إنه قبل بنُص ساعة تنجم تعمل تشيكين، وقتها من بعدك الأحداث نتاع قضية سبتمبر. يا سبتمبر ولا وقتها يزيد قبل بساعة، وصلنا إحنا سي محمد قبل ب55 دقيقة، الشيف ديسكال تاع المغربية الله يسامحه رفض رفضًا قاطعًا، قال ما نطلعكمش في الطيارة، بالرغم كان ينجم وقتها يطلعنا. رفض وبطريقة باردة ياسر ما عجبتنيش، وإحنا وقتها ما عادش عندنا حتى فرنك، عندي $1.70 ياك،
صدّقني. رجعنا لل قال ما نطلّعكمش، بِتنا ليلة كاملة في المطار 0 فرانك. تستناه في الفول اللي بعده. الفول اللي بعده ماهوش سور، خاطر الفول اللي بعد قال يلزمكم تخلصوا $75 كل واحد خطير، عندنا $1.50. تعرف ليلتها كيفاش لا شربنا لا كلينا، تصور وصلت مع يمكن جوعنا ما دخنا بالجوع. وفي المطار وقتها نلقى الحوانت أنا في وسط المطار يبيعوا فك البيتزا ترونش الأمريكي، قريب يسكر. وقتها قلت له برجولية راهو ما عنديش فلوس نجمش إذا باش تلوحهم هذوما ولا. قال لي عطاني ترونش أنا تصور معنا وين وصلنا. فهمت. ووقتها حاولنا بكل الطرق كيفاش يلزم يبعثوا لنا $150 للمطار، خاطر لا عندنا لا منين باش نخرجوا من المطار لا عندنا كيفاش حتى شيء، ما نجمناش. وقتها جاء موعد الرحلة هي بيدها تاع المغربية من الغدوة، نفس السيد بكبوت تروكار يخزر لنا في خزرة صحيحة معناها نتاع ما غير $75 ما تحكيوا معايا حتى حكاية. هكا بالمنطقة هذا وقتها عندي خالي يسكن في تورونتو، كلمته، اتصرف في آخر دقيقة تقريبا كيفاش بعث لهم الكول سنتر نتاع المغربية في كازابلانكا. كيف وقتها ما نعرفش كيفاش الإجراءات 2010 نحكي الحكاية. خلصهم وباش خلانا نطلعوا في آخر لحظة. وكي طلعنا والله اشترى الطيارة فعلا. هذيك وقتها التجربة خايبة مع هو مع الشخص والله العظيم مع الكونتوار في القلوب. إيماجين كل برودة خلاه ما تطلعوش يا ولدي علاش مع بالرغم من المغاربة ناس تحافن ياسر الحقيقة معناها. فهمت إلا السيد هذاك عمل فين هكا. عاد رجعت لتونس ونهار من النهارات أنا نخدم في سبيطار ريانا جاني البوستاج خلي راهو عندك كولي باش تاخذوا من البوسطة نتاع ريانا. غادي مشيت نلقاه استوشي بكل ما فيه من وراق، الفلوس ما فيهوش لكن حطولي في بقعته شاك نقصوا منه نتذكر وقتها $32 حق الشحن. والشاك هذاك مشيت للبنك صرفته جاني من لاس فيغاس. تصور هذاك علاش هذيك الشعوب المتقدمة كل ما تحكي عليها من بيهم وعليهم واللي تحب عليه انت كل شيء، لكن هذيك الشعوب المتقدمة. تصور انت انا اصلا نسيت هالحكاية بعد راهو الحكاية يمكن بشهر ولا. فهمت. جاني الكولي ستوشي هو نفسه فيه كل اوراقي كما خليتهم انا، البرمي البطاقة التعريف البطاقة المهنية البطاقة نتاع البنك كل شيء راهو. الفلوس نحوهم حطوا المبلغ هو اللي نحاو منه كثار $32 تاع الشحن. مشيت صرفته سيت شاك وقتها انترناسيونال ولا شنو يوصل يتصرف مشيت خذيت فلوس. هذيك كانت الرحلة الأولى نتاع أمريكا. فهمت. والرحلة ذيك هي اللي من بعدها عملت وقت عملت العملية على الظهر وأقمت 90 يوم في السبيطار. فهمت. دونك هذه من المغامرات ماهيش طرايف هذه من كبير. بس. بس شنو هي النصائح اللي تعطيها للتونسي؟ فماش حاجات نصائح تنصحنا بها؟ أكبر نصيحة ننصح بها هو سافر على قد ميزانيتك وسافر كيف ما أنت تحب وتشتهى. مش معناها تسافر على قد ميزانيتك. سافر السفر ماهوش محصور على الناس اللي عندها فلوس. صحيح وقت كل ما يبدأ عندك فلوس كل ما تنجم تحقق أكثر رغباتك وتحقق أكثر برامجك. وفهمت. لأنه أغلب السفر فما حوايج تتطلب الفلوس. باش تمشي لسفاري في كينيا مثلا ولا تنزانيا يلزم على الأقل عندك $300. أضع أقل سفاري اللي هي مليون 900,000. باش تمشي فما برشا ديزاكتيفيتي يلزمهم الفلوس. صحيت. لكن ما تخليش هذا يبلوكيك. نجم تمشي للكينيا مثلا تبر أرخص تسكن في هوستل ولا في اوتيل صغير. وعلى فكرة رو أغلب لي هوستل حول العالم تلقاه مليان بالأجانب.
خاطر ما يهمهمش ويحبّوا يعيشوا المغامرات هاذيك، من هولندا ومن بلجيكا ومن كندا ومن الأرجنتين ومن البقايع الكل، بالعكس سي من أحسن التجارب أنا اللي عجبتني هي وقتها في الhostel. نتذكّر عندها مدة طويلة لكن رائعة ياسر، تمشي للhostel تمشي تاكل الشعبية ت ت ت لأنه السفر ماهوش كان فلوس، هو برنامج اللي باش تعمله، هذه النصيحة الأولى. النصيحة الثانية أنه اكتشف بروحك، ما تخلّيش الأفكار السلبية تأثّر عليك، وإحنا للأسف عندنا رياضة قومية وطنية كبيرة في تونس، هو أنه السلبي تقول له ماشي لتايلاند، أوه الفساد والفسوق وما نعرفش شنو وعلاش، تدخل له ماشي للمغرب، بيها وعليها، وتدخل له ماشي لكينيا، لازم يطلع لك بطلعة. والأغلبية للأسف وأغلب اللي يعطيوك الآراء هذوما ما مشاولهمش البلدان هذوك. دونك نصيحة أنك جرب بروحك، تمشي. أنا السفر علمني خداش من مرة من ديستيناسيون من بلاد نمشي لها نبدا ماخذ على فكرة كي نمشي لها نلقاها رايعة، روعة، مخالفة تماما. دونك تمشي على حسب ما تحب أنت، فما اللي يحب الجبل، فما اللي يحب البحر، فما اللي يحب المدينة والصخب والجوج، ما فما اللي يحب يمشي يعيش في الريف، فما اللي يحب يمشي يعمل تور بالبسكلات، فما اللي يحب يمشي يعيش على البحر، فما اللي يحب يعيش على جزيرة نائية، فما اللي يحب يمشي للشوبينج، فما اللي يحب يمشي لل الفيلات الكبار على البحر في المالديف ولا في بورا بورا. امشي عيش كيما تحب انت، بالطريقة اللي تحب عليها انت، بالميزانية اللي عندك، ونحى عليك من الافكار المسخ. ادرس بطبيعه الحال، ادخل شوف بوزيتيف ونيجاتيف، لكن امشي عم تجربتك واحده. عاد قلت لي ثما بلاصة خيروك ما تمشي لهاش واختيرها ومشيت لها. في نيجيريا. شوف، هو السفر هذايا يعلمك الحوايج اللي نتعلمها لك لا المدرسة لا المعهد لا الجامعة لا الدكتوراه لا ولا شيء. السفر هذايا بالنسبة لي أنا أكبر مدرسة قريت فيها في الشارع. من الحوايج اللي تعلمتهم في السفر هذايا، القاعدة كبيرة أنك تحترم الناس وتقدّرهم، يحترموك ويقدّروك. تتكبّر على الناس وتلعبها حاجة خارقة للعادة ولا أحسن من الناس، تلاقى العكس. في نيجيريا يا سيدي كيما ذي الرحلة خُطّك اللي مشيت لها، وقت الرحلة نتاع غرب أفريقيا عملتها، جزء من غرب أفريقيا. عملت فيها نيجيريا، البنين، التوغو، بعد من التوغو مشيت لليبيريا، ومن ليبيريا مشيت للكوت ديفوار. دونك وقت مشيت للاغوس، لاغوس معروفة أنه من أخطر يقولوا عواصم العالم، إجرام وخطف وقتل وكذا وكل شيء. الحقيقة ممكن في جانب من الصحة لكن أنا ما عشتوش. و طلعت لي هبلة في مش هبلة، هي كما يقولوا حب اكتشاف البقعة. صحيح وقتها في لاغوس سكنت في بقعة اسمها فيكتوريا آيلاند، اللي هي تعتبر أأمن بقعة في لاغوس. والأوتيل اللي سكنت فيه مشيت للريسبسيون قلت لهم نحب نمشي لماكوكو. قالوا لي يا ولدي فاش تحكي؟ قلت لهم أنا نحب نمشي لماكوكو. قالوا لي احنا النيجيريين وما نمشيو لهاش. قلت لهم باهي هذيك انتم ما تحبوش تمشيو وانا نحب نمشي له. شوفوا لي كرهبة توصلني خاطر دي ماكوكو ما تمشيلهاش بالكرهبة، نمشي لها بالبطو. فلوك زورق سريع، لأنه هي ذي ماكوكو قرية مبنية على اللوح في ضواحي لاغوس، مش على أرض ولا على صخرة ولا على لوح، لوح عايم الناس بنات عليه قرية اسمها ماكوكو. قالوا لي ما عناش وما ننصحوك. قلت لهم شوفوا لي كهرباء. قالوا لي ما تلفوني الحصير. خرجت من النزل راديسون بلو وقتها لا يذكر بالخير، وخذيت كريهبة. قلت له بربي وصلني للبورت نتاع لاغوس، بورت مزيان تحفون فيها كشاك يبيعوا مزيان تحفون ان شاء الله تنوريك تصور. يا سيدي البورت قلت له اللي نحب نمشي لماكوكو. هو كي يشوفك هكا أجنبي وماشي الماكوكو وكذا، يا ما 99% يقول لك ما ننصحكش تمشي.
باختصار قُلت له: "اسمع تشوف لي فلوكة نعطيه 80$." ضربت التليفونات، خلّيه يقعد بحذايا في الكشك شوية، جاني الفلوك ولا الفلوك، وليد صغير هو تعرفوه، هزني لماكوكو. باش نمشيو لماكوكو لازمنا نتعداو على الدلتا نتاع لاغوس، وك الجسور الكبيرة نتاعها كيما يقولوا إحنا البارادوكس اللي في لاغوس إنك تشوف الشركات الكبرى نتاع البترول والبنايات الكبرى والفقر المدقع. لاغوس بنيجيريا راهي من أغنى دول إفريقيا وفيها أفقر عباد، من هذه القرية تاع ماكوك. هاي وصلنا بدينا نتعداو بك الفلوكة تحت الجسور وبدا اللوح يعرضنا باش تعرضك عرضتنا المرحلة الأولى كما نقولوا البوابة الأولى وين هما يبيعوا قشاقش وخضرة وما نعرف شنو يجيبوهم من لاغوس وينصبوا بهم غادي، والأهالي نتاع ماكوك هذي يجيو يشريوا كي شافوني أنا أجنبي داخل في فلوكة تحسك بدات الناس ترتاب، معناها بدات الناس تلاحظ حاجة غير طبيعية. أيا وقفنا في الوين اللي بيعوا هذوما في الواحد، تصورت مع ناس، حكيت شوية مع ناس، وباقي الناس محتاطة منك، يخافوا يقول لك هذا بالكش شرطة، بالكش جاي من وكالة استخبارات أجنبية، فهمت؟ ما تعرفش شنو هو اللي ماشي في بالهم، لكن بالنسبة لهم هما حاجة. أنا باختصار دخلنا هذه القلب ماكوكو، هذه ماكوكو حتى يمكن الناس ينجموا يجوجليها، تو نعطيك حتى تصاور كان تحب حطهم. بنايات في وسط الماء، فقر مدقع، أوساخ، ربي يعزكم بارتو. واللي لاحظته أنه وقت دخلنا القرية نتاع ماكوكو شبه مريت حتى وقتها ما فيهاش رجال. علاش؟ خاطر أغلب الرجال وقتها يخرجوا يمشيوا لك اللي يبيعوا ولا يمشيوا للميلاند معناها لاغوس باش يسلعوا ولا اللي هو، دونك أغلبها نساء وأطفال. كي بديت أنا بديت الفلوكة تدخل هي مثل كيما تقول أنت شارع، لكن شارع بالماء، فهمت؟ هي شارع واحد مبني عليه شارع مائي مبني عليه البني على اليمين وبني على اليسار كله لوح متاعب ياسر حاصل. كي بدينا احنا ندخلوا فك القناة المائية ذيك الناس بدات تخرج، فهمت؟ بداو يتكلموا بك اللغة نتاعهم المحلية، حتى من الوليد السائق نتاع الفلوكة خلي سور نرجع. قلت له علاش فما حاجة؟ خلينا راهو الوضع ما يطمنش. الوضع ما تمش. قلت له برا ادخل، كان شفته ما تمنش برشا وقتها تنرجع. وكملنا وصلنا هكا هم خارجين الناس من الشبابك قلت له وشنو خلي فما راهو قالوا لي استدعى بحذانا، خلي يجي يطل بحذانا للدار وما نساو وحدهم واطفال. يا سيدي رجعنا وقت سخونه الدنيا، قلت له بربي شوف لنا بقعه نجموا نشربوا فيها دبوزه ماء، اي حاجه باش واحد يبرد. خلي لهنا هاك تشوف ما فما حتى شيء. قلت له اسهل فماش رستوران عائم، بار عائم، قهوه عايمه، اي حكايه. يا سيدي اسأل، خلي راهو عندهم حانة بار، الحاجة الوحيدة اللي يبيعوا فيها ماء بارد ولا حاجة باردة ولا اللي هو. قلت له باهي نتوكل على الله، هيا نمشي له. خلي ولدي متأكد، قلت له ولدي خلينا نمشي شنو المشكل. مشينا. هذا يا سيدي بنية خشبية تطلع لها بالسلوم كيف كيف، توقف الفلوكة. عاد كي طلعنا نتذكرها خلوح الناس الكل ديجا يمكن وقتها حكاية ماضي ساعة ماضي ساعة كانت على القائل، الناس الكل مفروشة سكرانة كلهم، يمكن فما قرابة 20 واحد شورتوات وراو الخلعة واللي ترس كلها ديجا ماضي ساعة مصموت. دخلت هذا مازلنا لبرا كما تقول انت، هي كي الباركون هكا، باركون جا طويل كله ناس منشرة. دخلت للداخل نلقى وليد راجل وامرأة، تفاجعوا كي شافوني ديجا منين هبطت علينا هذا منين جانا. في سطار يلزم تعرف كيفاش تكسر الجليد كما يقولوا. سلمت عليهم هاو ار يو كذا، انا راني فلان راني جيت باش نرتاح شويه لهنا، عندكمش حاجه ماء ولا جوي ولا اللي هو كذا؟ قالوا لي
منين أنتِ؟ ويخافوا خاطر ما تعرفش أو خلّي مول المحل، خلّي أول مرّة يجينا كيما مش حاجة، خلّي أول مرّة يجينا white person هاك، خلّي أول مرّة يجينا واحد لونه أبيض، فهمت؟ للبقعة هذي. قُلت له لكسر الجليد قُلت له راني من تونس وأفريكان وفهمت كيفاه والّا حاسيلهم جماعة اللي قاعدين وكيفاش كانوا يغزروا لك يعني وهُم ما همش يخزروا دايخين الكلهم ديجا 20 ناعسين، فهمت؟ شربوا للي ما عادش. نص نتاع مالطا الخايب هذاك. الخايب. فما كان هذايا الولد اللي بوه هو اللي عنده الريستوران بار هذا اسمه GPT ظهر لي بار نتاو نذكره. وقعدنا نحكيو شويه وانا سامباتيزي معنا بالكدا. قلت له راني هذايا ماكوكو جيت على خاطر فما فنان مشهور ياسر هو نيجيري اسمه تكنو. قلت له عمل لي كليب نتاعو لهنا اسمه ماي كانتري بيبول نتذكر. عاد خلّي تعرف تكنو؟ قُلت له أي نعرفه راني هذاك علاش حبيت نجي البقعة لهنا دوك هاكا وأنا sympathisé بالكدا. أيا قالت له تعرفش كيفاش بداو يفيقوا الناس اللي كانوا راقدين. قُلت له شوف هُم اللي يحب يشرب أي حاجة على حسابي أنا. هاكا وخلص لهم كل واحد شنوا اللي ولات قعدة وموسيقى. قعدنا حتى تقريبًا ل16:30 نتاع العشية. عملنا جو مع الناس هاذوك. ما عندي نتصاور معاهم معلقين بعضنا كيما تقول واحد منهم معناها فهمت. وحتى كي مشيت مول المحل عطاني الواتساب نتاعو وقعدت نتراسل انا وياه حتى شوين معناه يوريك انه ما تعرف الناس كان كي تخلطها وانك تحترم الناس يحترموك. هذاك شنو تعلمت في الفيلاج هذيك اسمها كوكو تاع نيجيري. حكينا توا على اليابان. اليابان أنا مشينا 3 مرات. المرة الأولى مشيت لطوكيو وهيروشيما. آه 2000 عندها مدة نسيت وقتاش. بعد مشيت لها مرة ثانية مشيت لطوكيو. المرة الأخرى يا سيدي في سبتمبر اللي فات 2005. 25 هاي. مشيت ما مشيتش لطوكيو. وقتها مشيت عندي رحلة لتايوان. عديت أسبوع في تايوان. خبطت عليها برشا جزيرة رايعة. خايف كان لا صيد تغور عليها وتكاتب لها. ولأن رايعة البلاد رايعة ياسر. ومن تايوان حبيت نمشي نتعرف على جزء غير معروف برشا على اليابان اللي هو الجزء التروبيكال نتاعها. لأنه اليابان الناس ديما تشوفها طوكيو هيروشيما ناغازاكي وكل المدن الكبرى. لكن اليابان فيها جزر عالمية. كأنك في الفلبين ولا في تايلاند ولا في تروبيكال جزر استوائية. والأرخبيل هذا اللي معروفة به تايوان هو أرخبيل أوكيناوا. وفما في أوكيناوا جزيرة أجمل يقولوا أجمل جزيرة هي فك الأرخبيل هذاك اسمها مياكوجيما. قررت باش نمشي لغاد. دونك قصيت من الدوحة لل شو اسمها تايوان. عديت مكتب في تايوان بعد من تايوان خذيت فول الي روتور بطبيعة الحال تايوان مياكوجيما تايبي مياكوجيما مياكوجيما تايبي. باش نقعد وقتها جوست 3 أيام. حبيت نتعرف على كل البقية هذيك. مشيت كي هبطت في المطار نتاع اوكيناوا خاطر ما فماش خط ديريكت من تايبي لمياكوجيما لازم نمشي لاوكيناوا ومن اوكيناوا نمشي فول يكون 50 دقيقة لمياكوجيما. وحجوزاتي مريقلة طياراتي مريقلة كل شيء منظم عال العال والروتور نتاعي حتى من تايبي من تايوان للدوحة وكل شيء منظم. كي وصلت للمطار نتاع اوكيناوا بطبيعة الحال تعتبر البوابة الأولى في اليابان وقتها. شرطة الحدود هما اللي باش يتلقاو التونسي اللي جاه هذا. وصلنا كي وصلت في شرطة الصف هو طويل كذا. وصلنا الناس كل تعدت أغلبهم أجانب أغلبهم تايوانيين جاو يعملوا كيما تقول أنت عطلة في الأرخبيل هذا. شافت لي الباسبور نتاعي. قالت لي قداش باش تقعد في اليابان في قلت لها راني 3 أيام. وين باش تسكن؟ وريتها السكن نتاعي في بقعة محترمة جدا في مياكوجيما. تنجم تقول أحسن أوتيل عندها.
آآ "وقتاش باش تروّح؟" قُلت لها: "باش نروّح النهار الفلاني." وباش ما نخلّيهاش تزيد تطوّل معايا الحكاية، وريتها حتى خط الرجوع نتاعي من تايوان إلى الدوحة عن طريق وقتها أبو ظبي على الاتحاد. قالت لي: "جيت أنتِ اليابان قبل؟" قُلت لها: "أي راني جيت مرتين." قالت لي: عندك التوابع نتاع الجيّان؟" بديت نستغرب أنا وقتها، قُلت اليابان سنة 2025 ما زالت تلوّج على التوابع في الباسبور، ما عندكش في السيستم. قُلت لها: "راهو عندي التوابع الكل، عندي التوابع نتاع المرّة الأخيرة خاطر مازال في الباسبور وقتها، وأنا الباسبور نتاعي يتعبى بالتوابع فيسا دونك نبدلو تقريبًا كل 9 أشهر كل عام. الباسبور اللي مشيت به لليابان المرّة الأولى ما عنديش، في الدار هنا." قُلت لها: "راهو عندي جيت في اليابان وقتها 2018، أول مرّة نجي لليابان 2018 وراه الباسبور وقتها ما عنديش توا ماهوش معايا." قالت لي: قداش قعدت كي جيت؟" قُلت لها: "راني جيت ما نعرفش فما شهر وقتها، قعدت راني عملت طوكيو، هيروشيما." قالت لي: "وينو الطابع؟" قُلت لها: "يا بنتي الطابع في الباسبور راهو عندي في الدار." تتلفت تبدا تحكي هي وزميلتها باللغة اليابانية وتكاتها وترجع: "وينو الطابعة نتاع الثاني؟" قُلت لها: "تفضل ها هو الطابعة نتاع الثاني." خاطر هو عام 24. ها هو الطابعة نتاع وقتها لطوكيو ترجع لي للمرّة الأولى. قُلت لها: "يا بنتي هاو." حليت حطيت البورتابل نتاعي وريتها تصاوري في اليابان 2018 في طوكيو، في هيروشيما، في فهمت؟ ترجع تحكي هي وصاحبتها وتمتم هي وياه والدقائق ماشية وتتعدى وأنا ما عجبتنيش الناس تعدى لف لف. مشات طلبتني على التذكرة عندي موجودة اللي روتور الحجز النزل موجود. بعد دخلنا فيش تخدم في قلت لها راني نخدم كذا وكذا 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 وريتها حتى البطاقة المهنية نتاعي وريتها كل شيء اللي حاجتها به. والمرأة مخلاتني واقف غادي وتقلب لي في الباسبور وقتها بالضبط قرابة 20 دقيقة. تعداولي أقسم بالله تعداولي تقولش 20 يوم. اللي أزعجني أنه أنا فضلت أنها تناديني للمكتب وتحقق معايا وتسألني وتفتفني وتحب علي هي. أما قدام الناس هكاكا أزعجني ياسر. وأنا قلت لك I'm very proud بتونس فخور برشا بتونسيتي بتونس بجواز السفر التونسي مهما كانت وضعيته ووضعيتنا لكن فخور ياسر ببلادي. ما نحبش حتى إساءة حتى غير مباشر. فما اللي يقول لك هي وتستنى 20 دقيقة وشنو فيها أنت عندك بالنسبة لك أنت فيها ما فيهاش أنا فيها أنه خلق ربي الكل وقتها يتعدى. وأنا شدتني بالرغم أنه عندي كل قلت لها يا مدام راني مانيش باش نحرق اليابان والله هكا بالكلام هذايا. قلت لها don't care I will not stay here don't worry. قلت لها مانيش باش نقعد لنا يعني 3 أيام وما يراش ماشي على روحي. وين لوتيل عاود وريها لوتيل وين كذا كل شيء تعاود تسألني من الأول وجديد. قلت لها وأنا عندي الطائرة اللي من بعدها من أوكيناوا لمياكوجيم بعدها بساعة و15 دقيقة يوم. قلت لها شوف يا مدام مع كل احتراماتي للرولز والبوليسيز نتاعكم وكل شيء كان باش تخليني نتعدى راهو عندي كونيكسيون يلزمني ناخذ الفول مياكوجيما ما تضيعهاش عليا خاطر ما عنديش جيبان تيريني باش نبات لهنا. كان ما ماكش باش تخليني نتعدى خليني نحجز على الطائرة اللي راجعة توا لتايوان as simple as it. قلت لها ترجع تمتم هي والبنية اللي معها من بعدك قرابة 17 دقيقة والله نحسب فيهم بالواحد. جابت لي ستيكر وحطيته على الباسبور عملت ما دخلت ما عندها ولا سبب. وقتها هبطت عليها فيديو في الصفحة نتاعي فما اللي قال لك ايه وانتي وشنو الغريب فيه والغريب فيه اني مشيت لليابان مرتين قبلها اموري طيبة جدا. الغريب فيه انه علاش شدتني 20 دقيقة من خلق ربي الكل. شدتني علاش خاطر لي تونسي هذا هو السبب الوحيد هكا ولا لا. هذا هو السبب الوحيد. على الباسبور. صحيت وشدتني على الباسبور عندك شك فيا هز دخلني للمكتب وخليني حتى 3 أيام عندك وحقق وتثبت وكل شيء. وأنا وريتك كل شيء كل شيء كل شيء
شدّتني غادي علاش؟ هو حسيتها إساءة للجنسية نتاعي tout simplement إساءة للجنس ما تعدّتليش الحقيقة. فما اللي شافها عادي، فما حتى اللي يخلّي tu exagères وأنت عامل منها ما عامل منها. كيما قُلت لك أنا فخور جدًا إني تونسي وما نحمل ولا شيء ولا كلمة ولا إساءة لبلادي، بطريقة مباشرة ولا غير مباشرة. وكي رجعت للدوحة بعثت إيميل طويل وعريض لوزارة الخارجية نتاعهم، إلى حد الآن ما جاني ولا جواب. بعثت إيميل طويل وعريض للسفارة اليابانية اللي هنا في الدوحة، رجعوا لي قالوا لي راهو هذا راهو يلزمك تكلم السفارة اليابانية في تونس بما أنك أنت تونسي. بعثت للسفارة اليابانية في تونس، إلى حد الآن ما جاوبني ولا واحد. هذا اللي صار. صحيح فما بعض التوانسة اللي يقوموا بأشياء غير قانونية في اليابان ولا أساءت لسمعة تونس في اليابان، لكن حسب رأي قلة. لأني في اليابان تعرفت على توانسة غادي ما شاء الله عليهم، ما شاء الله عليهم على جميع الأصعد، ناجحين في حياتهم الدراسية وحياتهم العملية وحياتهم اللي تحب عليها أنت. فهمت؟ صحيح وقتها في الفيديو هذاك قلت تمنيت لو اليابان تولي بالفيزا للتوانسة، مش هبدا واحد يعرف على الأقل اكزاكت، على الأقل ما تخلينيش واقف في كونتوار قدام خلق ربي الكل تتثبت هل أنا صالح لزيارة اليابان ولا لا. أنا قوم بها في مكتب نتاعك، ومن بعد أعطيني الديسيزيون تحت حس مس، كان إي كان لا لا. وقتها ما تعدت ليش الحقيقة. وصارت لك واقعة أخرى في مطاريخ قلت لي أنا بوصهلوه في بلغراد. في بلغراد وقتها مشيت لها المؤتمر الأوروبي لأمراض وجراحة القلب والأوعية الدموية في بلغراد العاصمة نتاع صربيا. مشيت وقتها كالعادة من الدوحة لبلغراد معزز مكرم، أموري طيبة على جميع الأصعدة. التذكرة نتاعي مباشرة من الدوحة بلغراد الدوحة بون سبيطار هو اللي قصها لي درجة رجال أعمال. النزل نتاعي في ذكر وقتها في النزل اللي فيه المؤتمر كراون برازا بلغراد، وباش نقعد 5 أيامات ونرجع مع روحي في الطائرة. وقت اللي وصلت من الدوحة لبلغراد، وصلنا يكون خرجنا مع 8 تاع الصباح، وصلنا غادي مع ماضي ساعة ولا حاجة كيما كيك. وقت اللي وصلنا الناس الكل بطبيعة الحال خرجت أنا من الأوائل، كان نتاع الدرجة اللي يخرجوا لهم. شافت لي الباسبور قالت لي فما زوز عوان مرا وراجل في الكولوار هذاك نتاع الطيارة، قالت لي جا من هنا. وقتها نحكي لك بلغراد من غير فيزا للتوانسة، خاطر في بالي ولات بالفيزا من العام الأول. قالت لي تكا من هنا لا لابس بها منظم، أنا فهمت كيفاه ولا. والناس متعدية وأنا باقي نستنى، أزعجتني الحكاية. فهمت؟ الله غالب كل واحد وكيفاش يتحسس من المواضيع هذيك. حتى لوين خطفوا التونسي ثاني، وليد نظيف تحفون شدوا معناها فما كان أنا وياه. هاي بدأت تشوف الوراق، سألتني قلت لها راني ماشي للمؤتمر الفلاني، وريتها الإقامة نتاعي بيدا يدرو كل شيء معناها. هاي قالت لي هاي تفضل اخرج. بعد ما خليت الطيارة كل فرغت راه نحكي لك هذا كله، واحنا واقفين نستناه كيما المشبوهين مشتبهين. انا خرجت وكل وليد السيد التونسي زاد كيف خلاه يمشي، معاملة جافة ياسر. هو السيد لي تونسي عرفني تونسي بطبيعة الحال، خاطر فاس فاس انا وياه. خلطت عليه عسلامة خويا عسلامة كذا كل شيء. خلي راهو انا راني نخدم في المطار نتاع دبي، وراهو جيت لبلغراد خاطر وقتها القطر هي عامله حاله مناظره نتاع ريكروتمون للمضيفين واللي في بلغراد. جاء منها سياحه ومنها شافنيش نحكي انا وياه، يعاود يخلط علينا العول اللي كان يشوف فيه. وقفنا مره اخرى وبكل فظاظه ووقاحه وقله ادب وكذا. خلي تعرفوا بعضكم. قلت له عرفته لهنا مش المشكلة، حتى إذا نعرفوا مع بعضنا هل هو إجرام بالقانون الصربي ولا غير مسموح أنه زوز توانسة يحكيوا مع بعضهم في صربيا ولا. خلي يجاوبني تعرفوا بعضكم. وأنا قلت له لا، تعرفت على وجاني كي شاف النقاش مع زميلتك جاني كتوانسة نحبوا نعرفوا بعضنا، شنو الإشكالية.
قال لي تجوا معايا تو. بعد ما خلّوكم بعد ما خلّينا نتعداو، هو إحنا ماشيين في الكولوار وفي المطار ويخلط عليه زميله ضابط باين رتبة أكثر منه، عاود وقفنا مرة أخرى. كي شافني نسمع في كلمة كان معناها دكتور، يقول له دكتور، هذيك الحاجة الوحيدة اللي فهمت معناها كيما يقول سيب الراجل معناها، فهمت كيفاه والّا؟ وبداو يتناقشوا هي وهزنا للمكتب نتاعو، فهمت؟ وبكل عنصرية أنا ديما نقولها الكلمة اللي يقول فيها، عاود يفتحها معانا مزدوج من الأول وجديد، فهمت؟ قال لي أنا قلت له يا فلان الفلاني حاجتين، يا في ظرف 5 دقايق جو كيت معناها يا نخرج تخلّيني نتعدى لأنك ما عملت ولا جرم ولا جُنحة ولا اللي تحب عليه أنت، ولا بالإخلال بالقانون نتاعكم، ولا يا خويا تحب تعاود ترحّلني رجّعني رجّعني. ما جاوبنيش وخرجها ودخلها وخرج وأنا وقت وثيقة الغد، من بعد يمشي هو يحل لنا كيما تقول أنتِ مكتب وين تاع شرطة الحدود، ويعاود يشوف لنا باسبوراتنا الكل، تفتف بالورقة، بالورقة، بورقة، معناها إذلال، عملها بالعاني، فهمت كيفاه والّا؟ كانت وقتها تجربة خايبة ياسر في المطار نتاع بلغراد. معروفة الخلفية نتاعهم شنو وكذا. هذيك وقتها أول مرة نمشي لبلغراد. بعد رجعت مرة أخرى كيف عاودوا لي نفس الفازة، لكن كانت أسرع، وقفوني غادي على جنب. نف كيف مشيت وقتها أنا مؤتمر نتاع مش مؤتمر workshop نتاع جراحة أوعية دموية. قلت لك راهو بالإقامة نتاعنا في نزل محترمة، كل شيء منظم معناها، فهمت؟ وبمجرد أنه يشوفك تونسي يخليك تستنى أنا ما هضمتوش الشيء ذاك، ما هضمتوش وما قبلتوش ولا عمري نقبله. وزاد أكثر حاجة أثّرت فيّا فك البريود هاذيك، وقتها فما صحافي والّا مجموعة من الصحفيين اللي شدوهم في بلقراد، وصلوا توانسة، وصلوا اعتداوا عليهم حتى في الإيقاف وفي الحجز، وتم التنكيل بهم معناها بكل الطرق. نتذكر وقتها اللي على السيد يحكي، جابته واحدة من الإذاعات في تونس، قال لها حتى كي اتصلوا مسؤولة في السفارة التونسية في بلقراد، قالت لهم ماك تعرفوا انتم الصرب عنصريين ايش جايبكم. انا لا اعلم اسكو صحيحه ولا لا، واغلب الظن صحيحه. انت تمثل بلادك في سفاره، اذا ما تحاربش على اولاد بلادك بسنيك ويديك وساقيك ولا تحب عليهم انت، مهما كانوا غلط وياخذوا فيه الاجراءات القانونيه لكل بلاد، كانوا صحيح تدافع عليه وفي كل الحالات تدافع عليه، فهمت؟ كل الحالات تدافع عليه. هذاك هو اللي ما قبلتوش، وهذاك اللي طيح لنا قدرنا. طيح لنا قدرنا، ديما نعاود نقول خاطر ما نتعاملوش بالمثل مع الناس. اي سربي يدخل لتونس، احنا توها باش ندخلوا لصربيا ما بالفيزا ولا لا؟ اظن انه السربي يدخل لتونس من غير فيزا، دز الباب وادخل كيما اغلب الباقي ان توكا، فهمت؟ هذاك السربيا بالنسبه لي انا تجربه سيئه ياسر. وعلاش تتصور أنت المعاملة هذه مع التوانسة في صربيا؟ لانه صارت وقت صربيا كانت الدوله الوحيده اللي يدخلوا لها توانسه من غير فيزا، دونك صربيا ولات المنفذ اللي يحرقوا منه برشا توانسة إلى عدة دول الأوروبية وقتها، فهمت؟ ولا شيء يتصور حتى على الانستغرام والفيسبوك فهمت؟ دونك ولات سمعتنا خايبة معناها، فهمت؟ ولا تونسي جاي لبلغراد هو حارق حتى يأتي ما يخالف ذلك، فهمت؟ هكا وهما غلغلوا، ووقتها مازالت قعدت من غير فيزا. يقول لك معي من غير فيزا هاو باش نعبث بحالك حتى من غير فيزا. بالرغم هذا، بالرغم وقت تدخل لصربيا كبلاد، أنا شعبها تحفون، بلاد نظيفة مزيانة، فهمت؟ بلقراد نحكي لك، لكن شرطة الحدود حاجة أخرى، موصين توصية على التوانسة. الحمد لله ردوها بالفيزا. الحمد لله، على الأقل الحمد حاجة أنت لله. متأكد مرة. الحمد لله ردوها بالفيزا. وكاو هذيك التجربة السيئة نتاعها. من الدروس نتاع السفر زادة، أنك السفر يعلمك أنك تحترم الطبيعة، وما تلعبهاش قوي وذكي وخارق للعادة. يلزمك تتعلم تحترم الطبيعة. شو معناها الطبيعة؟ المحيطات والجبال والبحار والوديان وكل شيء. صحيح فما الإنسان هو عنده الرغبة نتاع الأدفنتشر نتاع المغامرة،
لكن السفر يلزمك يعلمك أنك ربي خلق الطبيعة والإنسان، والإنسان حاجة أضعف خلق في الطبيعة دي. دونك هذاك من تتعلموا على بالميدان، يعرفوه الناس الكل بطبيعة الحال، لكن فما تجارب تخليك تفهم الشيء هذاك. منهم التجربة وقتها مشيت زرت الفيتنام وكمبوديا، عملت جنوب الفيتنام، ومن بعد مشيت من الفيتنام من هوشيمين حتى البنوم بن على الواد ميكونغ ريفر اسمه، بطو خذيناها فلوكة توصلك من هوشيمين العاصمة نتاع الفيتنام حتى لل للبنوم بن العاصمة نتاع كمبوديا، 6 سوايع على الواد. ومن بعد من بنوم بن مشيت لسيام ريب اللي فيها المعلم الأثري الكبير أنكور. بعد حبيت نجرب نمشي لك الجزيرة اللي عملوا فيها كولونتا، عرفتك الحصة نتاع تي اف هذيك أول قبل. الجزيرة هذه اسمها نسيت الاسم نتاعها حاسيلو، في جنوب الكمبوديا. ويلزمك تمشي لمدينة كبيرة، هذه ثاني أكبر مدينة في كمبوديا، اسمها سيهانوكفيل. دونك سيهانوكفيل، من سيهانوكفيل تاخذ بطو للجزيرة دي. عملت الحجز نتاع النزلة تاعي ليلة، باش نمشي نعدي فيها الليلة، نهارين وليلة. وخذيت الطائرة من سيام ريب ماشي لسيهانوكفيل، ووقت اللي قريب نوصلوا الكابتن نتاع الطائرة خلينا راه فما عاصفة وطقس تبدل ياسر، وهبطنا. وفي كل الحالات احنا وصلنا وربي عطا خير والحاصل، الدنيا قري وتحس ريح امطر. دونك مشينا للبورت هذا اللي ياخذوا منه الفليك للجزيرة هذه، نلقاوه عاملين عليه العلامات الحمر، معناها ما عادش فما ابحار، الناس مكدسه موجود، اجانب برشا توريست وسياح ولوكال معناها من غادي. قال لنا راهو اليوم راهو البورت سكر، جاتوا من الحرس البحري انه راهو فما العاصفه جايه، وتحس الريح جاي والسحاب القري جاي وكذا. انا اخوك قلت لا، قلت تو حاجز ليله نحب نمشي نشوف الجزيره هذه. السائق اللي جابني خلي راه فما برد، حاولت غادي في الميناء السياحي هذاك، قالوا لي راه لا مجال اليه. مشينا للميناء واحد اخر تجاري مش بعيد عليه، كيما نقول واحد ينجم يهزوك في النوار، فهمت. مشينا نلقاو الفلايك الكل خا على البورت. و دخلت الكابينة هك فيها بحارة، قلت لهم راني نحب نمشي للجزيرة هذه، هي نورمالمون ساعة بالبط العادي. قالوا لي يا ولدي راهي عاصفة جاية وكذا كل شيء. قلت لهم نجموش توصلوني غادي ونمشي حتى وحدي، $100. $100 في كمبوديا تسمى مبلغ. ضربة التليفونات، سيخونة جايب بالبدل نتاع المازوت ولا ليسانس، وركحوا لي بط وشقف. هو لا تعرفش معناها شقف فيه اللوح معمول هك وديبيران للديبار بالخشب هذاك وين تقعد وموتور. مشيت انا والوليد هذا اللي جاب ولا حطوا لي الفاليجه تاعي سكادو نتاعي، ومشينا. البحر راكح فيه موجه صغير، لكن كل ما بدينا احنا ندخلوا كل ما الموج بدا يعلى، لانه العاصفه جايه. وصلنا من بعد ب20 دقيقه يا حما نسخايلوا نفسنا باش نموتوا. الموجه كي نقول لك صدقني تعمل في 5 متر 6 متر تعرف كي تهز البطو هذاك اللوح قريب يولي فيرتيكال هك، ما في شيء. هو قلت لك ماليت معناها بالرسمي تنجم تخرج تتنطر من البطو. والماء والواحد البحار قال يلزمني نرجع. طقس ساء جدا معناها. المشكله انه الموج عالي ياسر والعدد نتاعو كبير، وقت اللي هو باش يدور باش يعمل هكا دومي تور هذيك يوتيرن في الدور ينجم يقلبه، خاطر لازم ديما فاصل للموجه باش ما تدورش على جنب ما تتقلبش. تعرف يمكن باش درنا اقسم بالله قعدنا يمكن 30 دقيقه 40 دقيقه من اخطر واسوأ دقائق عشتهم في حياتي، لانه كان طحنا وقتها انتهى انتهى الوضع. كاو رجعنا وقتها بعد بساعتين. رجعتوا ما كملتوش رجعنا الديستنيشن. لا رجعنا. قال ما نكملش، قال تعطينيش اموال الدنيا، ما موت ما فيهاش لعب. وقتها الانسان شاف الموت بعينيه،
مخطرة ياسر. دونك هذاك علاش البحار راك تسألني نقول لك البحر ما تلعبش معاه، تلعبش مع البحر، حتى كي تشوفه خاصةً أن لازمك تحترم قواعد السلامة اللي تاع الحرس البحري ولا تاع البحارة ولا تاع اللي هو. وقتها أنا حبيت نتجلطم على بدني وقلت لا وتوا نمشي وتوا شوي لما يعني توا رجعنا دمي تورو الحمد لله. رجعنا ويبدي وقت اللي وصلنا للبر فهمت الغباء نتاعي نتاع انه ما يلزمش الانسان يتقوى على الحاله الموجوده على فهمت كيف. كان هذيك التجربه نتاع وقتها تعلمت انه وقتها ما عادش وقتها فما اليرت هكا وباش يوريك وقتها النزل اللي حجزت عليه في الجزيره هذه نزل مزيان ياسر. نسيت الاسم بتاعه. عنده هو نفس الفرع في سيهانوكفيل. نزل جميل ياسر كبير. نسيت الاسم نتاعو. وقت اللي بطبيعة الحال الغير قابل أنه يرجعوا لك فلوسك قصيته كنا رافاندنا. كي رجعت لسيهانوكفيل مشيت لنفس النزل اللي في سيهانوكفيل عالمي بالاس كبير جدا. قلت لهم تنجموش تغيروا لي. قالوا لي يلزم اللي حجزت عليه هو hotels.com. كلمتهم كلموهم لي هما خاطر ما عنديش تليفون وقتها نجم نطلب بيه يا في ايرلندا هما الكول سنتر نتاع. كلموا لي النزل. اتصلت لا بعثت لهم كونكتيت على الانترنت. ما عملنا قلت لهم اذا ممكن كلموني على الخط نتاعي القطري وقتها غادي في كمبوديا. وعملوا لي تغيير نتاع النزل نتاعي اللي في الجزيرة هذيك سيهانوكفيل ما غير ولا فيلم. كي تبدا بوريك البروفيسيوناليزم نتاع المواقع. ذاك علاش انا نحب ديما الحجز على hotels.com hotels.com. ما ثماش درس مثلا تعلمته من الصفر ولا موقف دروس هي السفر هو يعلمك كيما قلت بالنسبه لي انا في السفر هو اكبر جامعه دخلت لها. اقوى جامعه واكبر جامعه دخلت لها ومن الحوايج اللي تعلمهم في السفر. كل ما تزيد تسافر وكل ما تسافر تتعلم انك في نعمه كبيره وما تحس بها بالقدا الا كي تشوف غيرك اللي محروم منها. طبيعة الحال فما ناس ما سافروش وحاسس بالنعمة اللي فيه. لكن السفر يزيد يحسك أكثر وقت تمشي تشوف الناس اللي تقريبا ما عندها ولا شيء وأنت ربي يعطيك تقريبا كل شيء. اللي خاصة عن الصحة نتاع الإنسان. وفما مواقف عشتهم انه خلاوني نحس اكثر. ديما نشكر ربي ليل ونهار على النعمة اللي انا فيها. نعمة اول حاجة ديما نقول نعمة صحة الانسان. نعمة انه ياكل ويشرب بايت في دار تحت سقف بارد في الصيف ومدفي في الشتاء وعنده كل شيء تقريبا. ثم نعم ناس حاسين بها. تحس وتولاتك بولات عادية عندك لكن ما تحس بها كان كي تشوف. عمري ما ننسى القصة نتاع الطفل اللي قابلته في البنين في كوتونو. البنين هذه قلت لك مشينا لها وقتها مشيت لها من لاغوس للبنين بالكراب. عاد وقت وصلت للبنين حبيت نزور اغلب البلاد اغلب الدولة ودبرت كرهبة ولا عملنا تور محترمة. بلاد جميلة ياسر وننصح التوانسة يزوروها. ماهيش معروفة سياحيا لكن مزيانة ياسر. عاد وقت مشينا المدينة في الشمال نتاع البنين اسمها أبو مي. هذه اللي فيها القصة الحزينة نتاع الاسكلافاج في افريقيا وكيفاش بدا. دونك مشينا ورجعنا. كي رجعنا في الليل. رجعنا يمكن كيما تقول حكاية 8:30 تعديلت الوتيل بدلت فيسا وطلعت في الكرهبة ومشينا باش نتعشى. مشينا البقعة شارع في ذي كوتونو اسمه لايفيف. كما تقول انت الشارع اللي فيه اغلب الريستورانات الباهية هكا. تركي على هندي على افريقي على لبناني على اللي هو.
شارع هوكا ومسكر في الآخر ما تنجمش تخرج منه. وصلنا في آخر الشارع فما واحد ريستوران open air باهي تحفون باش نقعدوا فيه. عاد نسمع كان في الدقديق نتاع البولار نتاع الكهربا، الدنيا ضرنا في الباركينغ هذا. تلفتنا نلقى وليد صغير يعمل في 10 سنين 11 سنة هكاك. هبط البولار، مشات في يدو صندوق هك فيه صورة تجسيد نتاع أمنا مريم، وأغلبهم مسيحيين، معناها يطلب حاجة كذا. قلت له تحب تاكل حاجة؟ قلت له هم فرنسيين ما فهمش، لا ما يفهمش بالفرنسي أصلا. كلمت الشوفير قلت له قل له اسكو جيعان وكذا. الطفل من الجوع والتعب ما عادش ينجم ينطق. الحاجة الوحيدة اللي قالها لي عمل لي إشارة بيده خلي. قلت له أوكي، قلت له شنو يحب ساندويتش؟ خلي ساندويتش كيما تقول أنت بولي دجاج. هاي قلت له باهي استناني هاتو. دخلنا احنا للرستوران، خذيت أنا والسائق طاولة قاعدين ونشوف فيه هو من البر، نشوف فيه قرب للباب. كي قرب للباب جاتني السيرفو النادي اللي تخدم غادي، قالت لي راهو الوليد هذاك تابعك؟ قلت لها إيه. قالت لي لا راهو مدير المكان قال ما نحبش المتسولين وكذا. قلت انا تعرفش كيفاش نادي المدير المحل نتاعك. جاء بونسوار مسيو شو كذا وكذا. قلت له الوليد هذاك ناديله خلو باش يجي ياخذ معايا لهنا. قال لي قلت له الوليد هذاك ولدي، تحبش اكثر من هيك؟ كان ما يدخلش هو يقعد لنا يعني هاز قش وخارج انا سي. قال لي نو سي بون، خلي لا نسخايلو. قلت له ناديه باش يقعد لهنا. دخلوا جاء يا سيدي قعد مسكين الطفل يمكن اول مره يقعد في مكان كيما هكاك. راه شو نقول لك يخسر يثبت يمس والله العظيم، يمس في الطاوله يمس في نحكيو معاه ما يجاوبش، يحكي كان باللغه المحليه. يا سيدي وريناه قلت له خذ اللي تحب. قلت له خير اللي تحب شيخ روحك. جاء المنيو يا سيدي اقسم بالله طفل ما يتكلمش بالتعب. قلت لكم مسكين كيفاش يبحلق في الماكله وفي المنيو معنا مازال. قلت له خذ اللي تحب عليه. خذا برجر، خذا صحن فيه روز ودجاج وما نحكي لكش. الطريقه مسكين اللي كلا بها عمري ما ريتها في حياتي. من ال أي كلا ورجعت فيه الروح. فهمت؟ طلع يبدا موجود من غادي من 6 نتاع الصباح ياكل من الصباح حتى تقريبا نص الليل. وهو عايش في دار خالته، معاه راجل خالته اللي ما عينوش بيه. دونك يخرجوه على الفجاري ويرجع لهم مع الليل. معاملة حسب ما فهمت سيئة معاه. وانقطع على الدراسة لأنه ما عندهمش هم إمكانيات، وزيد ما عينهمش بيه هو الولاد. يا سيدي بعد ما كلينا وحكى لنا قصته وكذا وكل شيء مشينا لدار خالته. حومة ما نحكي لكش في كوتونو، الضواحي نتاع كوتونو. كي شافتني تستغربت. هو خرجت خالته وخرج راجلها. قعدت نحكي انا وياهم، قلت لهم راهو هذايا الوليد هذايا انا كفيل به، انا كفيل به. وحكينا معناها كيفاش يلزم يتعاملوا معه احسن، يخليه يرقد اكثر. وعدوني هما بالشيء هذاك الكل. ورجعت من غدوة أعطيته فلوس. قلت له غدوة تنظف حالك وتمشي للحجام وكذا، وشراوا له لبس. كي جاء من الغدوة ما عرفتوش، محجم منظم لابسك اللبسة. شراوا له كوستيم نتاع تراديسيونال نتاعهم هما. يا سيدي تقابلت أنا وياه في الليل باش أنا وياه والسائق ولا والشوفار هكا. هو عاد قعد بحذايا كلينا تفرهدنا. ومن بعد البنية اللي تخدم غادي متحفونة هي ياسر. أنا فهمت، قلت لها كل شهر بنبعث لك مكتب توكلوا يجي كل يوم للرستوران هنا تعطيه كيما تقول انت بلا. فهمت؟ عاد هي من بعد خات لي احسن انه خاطر الرستوران غالي ذا، خات لي تولي تبعث لي بيجي نطيب له انا روز ودجاج روز وخضره كذا. فهمت؟ تفهمنا
وكان الأمر كذلك، كل شهر نبعث لها من الدوحة لهنا بيدجي. طيب والحاجة الأخرى أنه دخلناه يقرأ، هو فات عمره ولا 11 ما عادش عندهم الحق يدخلوه للمدرسة الابتدائية، دخلوه مهني، تعلم وقتها الصنعة نتاع النجار، دخلناه يقرأ في المهني تخرج هو تو الحكاية عندها مدة، وتخرج ولا بالصنعة نتاعو بالدبلوم نتاعو. عاد وقتها بديت نبعث لهم في الفلوس، وقتها سافرت للبرازيل في الصيف. تفتفوني في البورتابل نتاعي في ريو دي جانيرو، البورتابل هذاك اللي فيه لي كونتاكت الكل. دونك ضيعت الكونتاكت نتاعو ونتاع الطفلة، ووقتها كلمت وقتها السفير نتاع البنين لهنا نعرف، عمل لي دين وساقين وطلع لي النومرو، والله طلع النومرو نتاع ال- الطفلة اللي تخدم غادي، فهمت؟ هكا خذيت النمرو، رجعت جسور التواصل، وتخرج قلت لك الطفل، وكل عام يبعثوا لي تصاوروا وكل الامور هذيك الكل. الحمد لله كانت هذاك علاش وقت الانسان يسافر يحس بنعم ما هو عايش فيه، ما تحس بها الا من تشوفها عند الناس اللي فاقدينها. كلمة الختام بخصوص السفر هو منهج حياة، فمن يعتبره غرام ولا تبديل جو، بالنسبة لي أنا نعتبره ستيل دو في، ما نجمش نعيش من غيره. علاش؟ لأنه السفر بالنسبة لي أنا هو مدرسة مفتوحة، تتعلم منها كل يوم، تفرهد منها وقت اللي نمشي. حاجة لازمتني باش نواصل نخدم وباش نواصل نقدم، وعلمتني أني نكون أنا بين نفسي، مانيش أحسن من الناس، مانيش أسوأ من الناس، نعيش كيما نحب بالطريقة اللي نحب عليها أنا. وعلمتني أني نحمد ربي سبحانه ليل ونهار. والحاجة اللي أكثر حاجة مهمة تعلمتها في السفر هو أنك تحترم الناس وتقدرها، يحترموك ويقدروك. وأكثر حاجة زادة مش تعلمتها لأني هي فيا من داخل، أني كل ما نسافر أكثر، كل ما نحب بلادي أكثر، ومهما كان ظروفها الصعيبة اللي تمر بها ولا مرت بها ولا بلاش تمر بها، ديما تقعد بالنسبة لي أنا أعز بلاد في العالم. ومطالب، نحس في نفسي كل واحد كيفاش، مطالب أني نعطي عليها أحسن صورة وأحسن وجه في أي بلاد نزورها على وجه الأرض.